طيب مرة أخرى أسعد الله مساءكم جميعا، كل الأخوة اللي دخلوا مؤخرا إلى اللايف تحياتي لكم. يلي عنده صبح صباح الخير، ويلي عنده ظهر أسعد الله نهارك، ويلي عنده مساء مساء الخير. طبعا رح نتحدث اليوم بعد انقطاع فترة عن الموضوع العراقي. شو بيرسم للعراق في المستقبل، وهون راح أعطي خطوط عريضة. من خلال الخطوط العريضة هاي خلال الفترات القادمة راح نبلش بالحديث عن المخططات المستقبلية التي ترسم على العراق، ومن وجهة نظري الخاصة دائما كل ما أتحدث به لا يعبر إلا عن وجهة نظري الخاصة ورؤيتي لمستقبل المنطقة، وهذا تحليل شخصي بعطيه كقالب بشكل مستمر. وراح نستكمله في العراق. تحدثنا في الفترات اللي فاتت خلال العامين اللي فاتوا بشكل كبير عن العراق وتاريخ العراق، وأعطينا رؤية مستقبلية أيضا أنه العراق إلى أين ذهب. وقتها أنا قلت لكم الآن العراق مؤجل. طبعا تحدثنا فيه خلال الفترة اللي فاتت بالصراع خلال العامين اللي فاتوا بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الإطار اللي يترأسها محمد شياع السوداني. وشفنا الصراع اللي كان حاصل مع السفيرة الأمريكية آنذاك بذلك الوقت، والمشادات الكلامية اللي كانت دائما مع الحكومة العراقية، والثمان بنود اللي كانت مطلوبة محمد الشياع السوداني ولم يستطع تنفيذها إلى الآن بسبب العقبة الإيرانية اللي كانت موجودة. نحن نعرف كلياتنا وتحدثنا هذا الموضوع أنه الآن صدر قرار بإنهاء كل الأذرع الإيرانية اللي موجودة في المنطقة بشكل كامل، وبدأوا فيها من قطاع غزة، جنوب لبنان، سوريا، الآن الوجهة إلى العراق. كيف راح تكون هاي العملية؟ العملية ببساطة كلياتها سيتم خروج تنظيمات إرهابية راديكالية تحمل فكر القاعدة مرة أخرى في العراق، بالتزامن مع ضربات أمريكية وإسرائيلية ربما للأذرع الإيرانية اللي موجودة. احنا خلال مراقبتي خلال الشهور اللي فاتت بنشوف أصوات كثيرة شيعية تنادي بإقليم الشيعة، إقليم جنوب العراق، قبل أن تبدأ في القوات الأمريكية والإسرائيلية بضرب الأذرع الشيعية اللي موجودة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على فصل إيران بشكل كامل من العراق. كل الحلول الترقيعية اللي قدمها محمد شياع السوداني وحكومته للولايات المتحدة الأمريكية ما نفعت ولا جابت نتيجة نهائيا، فأصروا الأمريكان على حل هذا الموضوع عسكريا. فرح نشوف بالفترة القليلة القادمة بالقوات اللي أتت إلى المنطقة كلياتها ضربات للأذرع الشيعية الإيرانية اللي موجودة. يتزامن هذا أيضا بصراع سيقوم فيه الدول على الخارطة العراقية، وعلى رأسهم تركيا أيضا، اللي دخلت كثير من تنظيمات الراديكالية اللي رافق جيشها في العام اللي فات، اللي دخل إلى العراق وتم تنظيم خلايا نائمة كثيرة في مناطق السنة، وتنظيم القاعدة بشكله الجديد نشط جدا الآن في العراق. راح نشوف خلال الفترة القادمة أيضا إعلان وإصدارات تصدر إعلاميا منهم بإنشاء جسم أو كيان جديد. وشفنا إحنا أحد الكيانات اللي أنشأوها هو اسمها القديم، اللي ظهر في بدايات إنشاء تنظيم القاعدة الراديكالية اللي رافق جيشها في العام اللي فات، اللي دخل إلى العراق وتم تنظيم خلايا نائمة كثيرة في مناطق السنة، وتنظيم القاعدة بشكله الجديد نشط جدا الآن في العراق. راح نشوف خلال الفترة القادمة أيضا إعلان وإصدارات تصدر إعلاميا منهم بإنشاء جسم أو كيان جديد. وشفنا إحنا أحد الكيانات اللي أنشأوها هو اسمها القديم، اللي ظهر في بدايات
إنشاء تنظيم القاعدة في العراق، وكان اسمه أنصار السنة. هو اسم شبيه له لأول تنظيم تابع لتنظيم القاعدة في العراق، اللي راح يرجعوا إلى تلك التسميات ربما، لأنه أنا من خلال متابعتي للتنظيمات الراديكالية اللي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي استطعت أن أجمع بعض المعلومات أنه التنظيمات بدأت ببناء هيكليتها، وكانت الفترة اللي فاتت كلياتها تعمل بصمت من دون حتى عمليات عسكرية نهائيا. إعادة تنظيم، إعادة بناء الخلايا، إعادة تموضع، وأيضا جذب أكبر عدد ممكن من شباب العرب السنة اللي موجودين في العراق وجاهزين لأي، في حال أي ضربة أمريكية أو إسرائيلية للتنظيمات الشيعية بالتحرك في المنطقة كلها لحتى ترجع تسيطر على المنطقة كلها على شكلة سوريا تماما. فالآن أنا قلت لكم إياه قبل وبرجع بعيدا، أينما دخلت التنظيمات الإسلامية سواء كانت شيعية أو سنية راديكالية فهي أقلام تعاد فيها رسم الخرائط في المنطقة كلها. العراق صدر به قرار بتقسيمه لا محالة، وشفنا نحن أول البوادر لهذا الموضوع زيارة السيد مسرور البرزاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم الاتفاق على ملفات أمنية واقتصادية كبيرة جدا. الأمنية غير معلنة وراح أتحدث فيها في حلقات قادمة، لكن الاقتصادية تم توقيع على اتفاقيات نفطية كانت تتحفظ عليها الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات اللي فاتت كلياتها. برجع بذكرهم بعام 2015 و16 عندما قام إقليم كردستان العراق بتوقيع بعض الاتفاقيات مع شركات روسية وروسيا وقتها. وكانت فكرة أساس الكرد كانت على أساس أنه نعمل توازن ما بين القوى الدولية اللي موجودة، فلدينا حلف والولايات المتحدة الأمريكية والغرب، ونقوم ببعض الأحلاف مع الروس أيضا نوعا ما لمصالحهم في حال أن نطالب إقليم كردستان باستقلال، فبيكون أيضا الروس إلى طرفهم والأمريكان إلى طرفهم، وهذا خطأ استراتيجي كان. وهذا الخطأ الاستراتيجي كان جهل في التاريخ. طبعا بمحاضرات عديدة جدا شرحت لكم مسألة استقلال العراق، كيف تم استقلال العراق، وأنا ما راح أعيد، هاي المحاضرات موجودة تستطيعون العودة إليها. وراح أتحدثت لكم أيضا وقتها عن حكومة عبد الكريم قاسم اللي حاول محاولة أنه يأمم النفط بوقتها ويتخلص من الشركات البريطانية اللي وقعت على نفط كركوك بالذات، بأنه هي تكون لها حصة في نفط كركوك مقابل استقلال العراق وقتها. كانت شركة بي بريتانيوم البريطانية الشهيرة جدا. وشفنا كيف دفع أقليم كردستان العراق ثمن تلك الأخطاء السياسية الاستراتيجية اللي حصلت بذلك الوقت وسوء التقدير. فالشركات البريطانية مباشرة بريطانيا حركت الأذرع الشيعية اللي موجودة في العراق على مدينة كركوك، وعلى رأسهم كان قاسم سليماني وقتها، واستطاعوا انتزاع كركوك مرة أخرى من إقليم كردستان العراق، لأنه لا تريد بريطانيا التضحية بالعقود البترولية اللي كانت موقعتها مع العراق أبان استقلال العراق في القرن الماضي. الآن المعادلة تغيرت. احنا شفنا قبل شهرين تقريبا محمد شيع السوداني في بريطانيا وحاول توقيع اتفاقيات وتجديد الاتفاقيات بالنسبة لنفط كركوك وبالنسبة لنفط جنوب العراق، لكن وقعت مذكرات تفاهم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وقفت حائط صد أمام البريطانيين هذه المرة، وما سمحت للبريطانيين، لأنه بريطانيا وأمريكا أساسا واحد، لأن هناك مشروع إعادة رسم الخرائط من ضمنها العراق بشكل واضح وصريح. فلذلك ما فعلوا الاتفاقيات اللي حصلت مع محمد شيع السوداني بالنسبة للقطاع النفطي وشركات توليد الكهرباء وغيرها وغيرها بشكل كبير، وأغرق محمد شيع السوداني بشكل كبير. لكن البريطانيين هنا
رجعوا إلى الأمريكان، والأمريكان رفضوا تلك الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم الاقتصادي اللي وقعت مع محمد شيع السوداني. نفس تلك الاتفاقيات اللي كان يأمل محمد شيع السوداني بأن يوقعها مع البريطانيين، قام السيد مسرور البرزاني خلال الأيام الفائتة أو بالزيارة الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع نفس الاتفاقيات تماما. وهذه الاتفاقيات تعطي قوة اقتصادية كبيرة جدا بالنسبة لإقليم كردستان العراق، وهي راح تكون عبارة عن فصل الإقليم عن المركز بالمسائل المالية أيضا، لأنه هو الرابط الوحيد اللي كان موجود ما بين المركز وإقليم كردستان العراق هو المسائل المالية وحصة الإقليم اللي كانت بالأساس هي 17% من الموازنة العراقية إلى عام 2014، اللي قام البرلمان العراقي وقتها بقرار جائر أيام العبادي بتقليص الموازنة إلى 12.5% بحجة التعداد السكاني، لأنه الميزانية أو الحصة تكون على أساس المحافظات وعلى أساس التعداد السكاني الموجود في تلك المحافظات. فقدم إقليم كردستان العراق أكثر من مرة لتحويل محافظة حلبشة إلى محافظة، وكان دائما يصطدم بالإيرانيين اللي كانوا يحركوا البرلمانيين اللي موجودين، فتتم عدم الموافقة على هذا الموضوع. الآن تمت الموافقة مرغمين من قبل البرلمان العراقي على أنه حلبشة تكون محافظة. يعني هنا عندنا صار 4 محافظات ولدينا تعداد سكاني على أساس المحافظات، يعني رجعت حصة الإقليم تتجاوز 17.5% مرة أخرى. لكن المفارقة هنا بأنه الآن سوف تدفع عوائد النفطية إلى حكومة إقليم كردستان العراق بشكل مباشر من دون الرجوع إلى البنك المركزي العراقي اللي هو بإيد الحكومة العراقية، وتأخير مستحقات إقليم كردستان العراق. فهذا يعطي هامش كبير سياسي بأنه يتحرر إقليم كردستان من قيود الحكومة المركزية العراقية. طبعا هنا حقبة الإعمار الجديدة اللي راح تنطلق في الإقليم وراح ينعكس على مواطنين الإقليم وشعب إقليم كردستان بشكل كبير جدا. طبعا مثل ما قلنا لكم بالمرحلة القادمة هناك حرب كبيرة جدا في العراق راح تكون ما بين التنظيمات الراديكالية اللي راح تطلع بعد ضرب القوات الأمريكية والإسرائيلية للأذرع الشيعية اللي موجودة في العراق، ومحاولة قلب النظام الحكم اللي موجود في العراق بنظام حكم جديد لا يكون موالي لإيران، لأن القرار صادر بخروج الإيرانيين بشكل كامل من العراق. هنا مدى إمكانية نجاح الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل بهذا الموضوع أنا بشوفه في صعوبة، لكن سينجح. في صعوبة بشكل كبير لكن سينجح. طبعا نفس اللي حصل في سوريا راح نشوفه في العراق بالمستقبل. أول شيء يقوم التنظيمات الراديكالية والإرهابية اللي محسوبة على تنظيم القاعدة بمحاولة السيطرة على المناطق السنية. راح ينتج هنا صراع مع الكرد، لأنه مناطق السنية العربية متداخلة مع المناطق الكردية، ونحن نعرف حملات التعريب اللي حصلت أبان حكم البعث. ما جرى في سوريا تماما جرى في العراق بشكل أبشع، حتى مشان نكون واضحين. فالنظامين البعثي العراقي والنظام البعثي السوري قاموا بتعريب المناطق كلها، وجلب كثير من الأخوة العرب اللي موجودين الآن بنشوفهم وسموا حتى الجزيرة بالجزيرة العربية، وشايفين أنتم الكلام اللي بيقولوا، لحتى أنه أصبحوا أصحاب الأرض لاجئين، واللاجئين أصبحوا أصحاب الأرض الحقيقيين، وشايفين هذا. وهذا ما حصل في كركوك تماما في فترة حكم صدام حسين اللي قام بتعريب مدينة كركوك، واللي الآن استعادوها الكرد أيضا لكن بشكل غير رسمي، واستعادوا العديد من المناطق، مناطق 140 الآن، وأيضا بشكل غير رسمي. سيبدأ الحديث عن هذه المواضيع بشكل رسمي خلال الفترة القادمة. ف ضرب الأذرع الشيعية الموجودة راح يولد فراغ في المنطقة كلها. القوات الكردية طبعا جاهزة وتتأهب بشكل كبير جدا وهيأت لهذه المرحلة القادمة. طبعا الكرد في إقليم كردستان العراق لديهم علم بهذا
الموضوع. وشفنا احنا الأخ القائد مسعود بارزاني خلال الفترة اللي فاتت ظهر بتصريح مرة واحدة ولمح قال أن هناك أمامنا حرب كبيرة جدا، فلذلك لازم نهيئ الأجواء في الإقليم ونكون نحن جاهزين وعلى قدر المسؤولية للحرب القادمة. ولم يذكر أي تفاصيل عن هذا الموضوع. أنا اللي قبل ذكرت تفاصيل كبيرة عن هذا الموضوع. نعم، نحن الكرد قادمين على مسألة إعادة رسم الخرائط مرة أخرى، وخصوصا في العراق، وراح يكون في بيناتنا وما بين هؤلاء التنظيمات الراديكالية أيضا صدامات في مناطق عديدة جدا، والتهيئة لها لازم تكون واضحة وصريحة وقوية جدا. طبعا الأمريكان لديهم نية واضحة لتقسيم العراق. الآن أصبح الأمر واضح جدا، ولو حساس الأمريكيين بأكثر من مناسبة بمسألة آه، استفتاء إقليم كردستان اللي حصل، واللي كلياتنا نتذكره، وإعادة تفعيل تلك الورقة مرة أخرى. فإذا الأمريكان أحسوا فعلا بأنه العراق ممكن أنه يخرج من إيدهم ويكون صعب إعادته إلى الحضن الغربي لسنوات عديدة جدا، سيقوم بتقسيم العراق لا محالة، وهذا الأمر قادم. طبعا شفنا هذه التصريحات أيضا من الساسة الأتراك خلال الفترة اللي فاتت. أدركوا الأتراك تماما بأن هناك تقسيم قادم للعراق، وتحدثوا عن التقسيمات اللي حصلت، لكن قالوا أن هناك تقسيم جديد في العراق. فلذلك أنا بظن شخصيا أنه أغلب المهاجرين والجهاديين الأجانب اللي موجودين في سوريا سوف يتوجهون إلى العراق، وهاي هي الخطة اللي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، بأنه تحويل المجاهدين أو الإرهابيين بين قوسين الأجانب إلى العراق في المرحلة القادمة. طبعا احنا كمان من خلال متابعتنا للأرض عم نشوف نشاط غريب للتنظيمات الراديكالية، وعلى رأسهم تنظيم داعش الآن في البادية السورية، وخصوصا هجومهم على مناطق شرق الفرات، وبالإضافة مدينة الميادين. عم نشوف الآن تحركات كبيرة جدا لتنظيمات داعش في مدينة الميادين. اليوم قاموا بتفجير، قبل يومين أيضا قاموا بتفجير كبير جدا، وعم بيحاولوا يطلعوا قوات الأمن العام التابعة للجولاني من تلك المنطقة وفتح حدود، لأن الحدود كلياتها مراقبة. طبعا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب سيغضوا الطرف بالفترة القادمة على الحدود العراقية نوعا ما. فكثير من الناس كانت تسألني عن مشروع ديفيد، هل لا زال قائم؟ نعم، مشروع ديفيد لا زال قائم وبقوة أيضا، لكن هناك ترتيبات عسكرية وسياسية لهذا الموضوع للانتهاء من العراق. يجب الانتهاء من العراق وضرب الكتائب الشيعية اللي موجودة في العراق وتقسيم العراق، من ثم تنفيذ مشروع ديفيد حتى تكون هناك أرضية لتنفيذ ذلك المشروع. فخلال الفترة القليلة القادمة بدنا نشوف يصدر على الإعلام، ممكن أسابيع شهور أيام ما بعرف، يصدر على الإعلام العراقي ومطالبات بإنشاء أقليم الشيعة لحتى يتخلصوا من الضغوط الهائلة اللي بتحصل لهم. طبعا السنة أيضا الآن يعني سنوات عديدة جدا يطالبون بالإقليم السني وبيحاولون، لكن الإيرانيين استطاعوا شراء ذمم أغلب القادة العرب السنة اللي موجودين في العراق، فلذلك كانوا يعطلوا هذا المشروع بشكل كبير. هلا أكبر عقبة أمام استقلال إقليم كردستان العراق كانت إيران في العراق حقيقة، ما كانت تركيا، لأنه إيران هي اللي مسيطرة على العراق ومسيطرة على الحكومة الشيعية اللي موجودة فيها. فتركيا كان نعم لها دور متناغم ومتناسق مع الإيرانيين، وهنا لا أقول أنه والله الأتراك أفضل من الإيرانيين، هم بالنسبة لنا نفس الشيء تماما، لكن ذراع المحرك في داخل العراق واللي كان مسيطر على العراق بشكل كامل هم الإيرانيين وليسوا الأتراك. الأتراك دخلوا مؤخرا يعني، وما دخلوا إلا إلى إقليم كردستان. الآن دخلوا على المناطق السنية. طبعا الميت التركي يعمل بالشكل، والمخابرات التركية تعمل بشكل كبير
في العراق. طيب كان في زيارة للأتراك، نسيت مين كان، أعتقد رئيس المخابرات التركية إلى كركوك قبل كم يوم، مين بيتذكر؟ سئلت هذا السؤال وتحفظت على الإجابة لفترة فقط لحتى أن أتحدث عن الموضوع العراقي بشكل كامل ومن ضمن هذا السياق. طبعا الأتراك بدأوا يطلبون من التركمان اللي موجودين في العراق التعاون مع حكومة إقليم كردستان، لأنه عرفانين أنه العراق سوف يتقسم لا محالة، وإذا كانت كركوك ضمن إقليم كردستان الأتراك سوف يستفيدون اقتصاديا بشكل كبير، لأنه هذا البترول سوف يكون يعني ممره هو عبر الأراضي التركية اللي بيحلم فيه الأتراك بهذا الموضوع. فالأتراك يضغطون على تركمان اللي موجودين في العراق بأنه يحسنوا خطابهم ويتقاربوا مع إقليم كردستان أكثر، لأنه وجودهم مع الإقليم السني ما راح يفيدهم، لأنه هناك حاجز كبير جدا اللي اسمه إقليم كردستان العراق ما بين الحدود التركية والحدود العراقية، ولن يستطيعوا أن يتحركوا ويكون لهم منفس بشكل نهائي. طبعا هنا عندما تبني جدار ما بين إقليم كردستان العراق والإقليم السني والإقليم الشيعي والإقليم السني، اللي راح يكون في بيناتهم صراعات كبيرة جدا، يكون بيناتهم صراعات كبيرة جدا، وخصوصا في المدن اللي فيها تداخل سني وشيعي مثل بغداد. الشيعة يريدون بغداد عاصمة لهم، والسنة أيضا يعتبرون بغداد عاصمة لهم. عندك مدينة سامراء اللي فيها المراقد العسكرية أو مرقد الإمام العسكري، واللي هي بالأساس مدينة سنية أيضا. هنا راح يكون في صراع عليها في مناطق تم تشييعها وطرد أهل السنة منها في العراق، وعديدة جدا أيضا. هاي كمان راح يكون فيها صراعات كبيرة جدا، باستثناء الأنبار والموصل، قسم من الموصل هنا، وعندك محافظة صلاح الدين وديالى. هؤلاء مناطق سنية راح تكون ضمن الإقليم السني، لكن المناطق الأخرى راح يكون في صراع ما بين المناطق السنية والشيعية لسنوات طويلة جدا، وممكن تؤدي إلى حروب. وهاي الدول اللي راح تنشأ راح تكون دول دائما في حروب، ودائما دول ضعيفة جدا، دائما تكون في حروب ودول ضعيفة جدا بسبب المزج الديموغرافي اللي حصل خلال السنوات اللي فاتت. طبعا إلى عام 90 تقريبا ببغداد ما كان في شيعة إلا بمنطقة الكاظمية ومدينة الثورة في العراق، الباقي كله كان سنة. الباقي بغداد كله كان سنة، كان سامراء كله سنة. ما كان إلى جرف الصخر تقريبا الحدود ما كان هناك شيعة في المنطقة هاي كلياتها. طبعا الشيعة بعد سقوط صدام حسين تم الدخول وتشييع مناطق عديدة جدا، وتم تهجير العرب السنة من مناطق عديدة جدا، وهي كلياتها رح تسبب خلافات مستقبلية كبيرة جدا داخل العراق. طبعا أنا أعتقد أنه ما بين الكرد والعرب السنة راح يكون في هناك حروب نوعا ما للسيطرة على بعض المناطق اللي تم تعريبها بزمن صدام حسين، لكن هاي الحرب ما راح تكون مستمرة بشكل كبير وواضح، وتوضح الخطوط والحدود وترسم وانتهى الموضوع. لكن الإقليم السني والإقليم الشيعي راح يكونوا في فترات طويلة جدا ما بيناتهم حروب. طبعا بالنسبة لإقليم السنة أيضا تم اكتشاف أنه بالأراضي اللي موجودة في مناطق السنية في العراق فيها بترول، وهذا أيضا راح يكون تمويل الحروب القادمة والدول اللي راح تبيع سلاح الأطراف اللي موجودة. ونحن نعرف أن الجنوب هناك البصرة هي يعني خزان كبير جدا، وراح يمول الدولة الشيعية القادمة خلال السنوات القليلة القادمة اللي راح تكون موجودة. طبعا حتحدثنا عن إيران، وأن إيران مقبلة على أساسا اتفاق مع الغرب، وسيتم تقسيم إيران أيضا. فالمسألة أنه إيران تقوم دعم الدولة الشيعية في جنوب العراق هذا غير وارد تماما، لأنه بالأساس إيران ستتحول إلى دويلات أو عدة دويلات، 4 أو 5 دويلات
خلينا نشوف في الفترة القادمة راح نتحدث عن هذا الموضوع. لكن أنا أعتقد أنه الصراع القادم راح يكون في العراق وخلال الشهور القليلة القادمة. ما أعتقد أنه راح يتجاوز العام 2026 لحتى تكون تبدأ المسائل في العراق كلياتها وانفجار اللي راح يحصل في المنطقة كلياتها. يجب أول شيء انتهاء من موضوع سوريا، انتهاء من موضوع حماس. هو شارف أنه ينتهي هذا الموضوع تقريبا، وشفنا الاتفاقيات اللي حصلت بتهجير أهل غزة من غزة. وأيضا سيتم عندما توضع الأسس الأولى للدولة السورية وشكلها القادم في المستقبل، ربما بنشوف التغيير أو التقسيم اللي قادم في العراق. لكن راح يكون في البداية هناك ضربات وخلخلة، وهي أساسا الدولة العراقية هشة جدا. يعني مجرد أن نشوف ضربات الآن على الأذرع الشيعية سواء كانت من إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية راح تبلش الفوضى، ومباشرة راح يخرج هؤلاء الراديكاليون وراح يقوموا بالحرب على الأذرع الشيعية. طبعا هون إسرائيل سوف تقوم بدعم والولايات المتحدة الأمريكية والغرب وغض الطرف عن التنظيمات الراديكالية اللي راح تقوم بمحاربة الشيعة نيابة عنها على الأرض. نقطة. يعني في سؤال بينطرح علي كثير: هل الكرد سوف يشاركون بضرب الأذرع الشيعية اللي موجودة في العراق؟ وأنا دائما أقول لا، بس ما بحدد مين هو اللي راح يقوم بالمهمة بضرب الأذرع الشيعية اللي موجودة على الأرض. اللي راح يضرب الأذرع الشيعية اللي موجودة على الأرض هي التنظيمات الراديكالية التي راح تخرج بعد فترة، وراح الأمريكان يغضون الطرف هنا، سيقومون بضرب مواقع الحشد الشعبي ويتقدم هؤلاء على الأرض لحتى يوصلوا إلى بغداد. بغداد سوف تسقط بيد التنظيمات الراديكالية، سوف يسقطون بغداد بيد التنظيمات الراديكالية، وراح يتقوقع الشيعة في جنوب العراق إلى أطراف بغداد. وهنا راح يصير الصراع على بغداد لفترة طويلة جدا، وراح ندخل المرحلة الخامسة من العراق من عام 1990 إلى الآن، وعندها سوف نقوم بالحديث مطولا. وخلال الأيام القليلة القادمة راح كل فترة أعطيكم نبذة عن التحرك نحو العراق شلون راح يصير. لكن العراق موضوعه أجل، وحكينا هذا الحديث بشكل كبير، لأنه من رغبة إسرائيل كانت أنه تبدأ في قطاع غزة. إسرائيل كانت رغبتها البدء في قطاع غزة، وكان العراق بالأساس هو موضوع على جدول أعمال الولايات المتحدة الأمريكية قبل قطاع غزة. لكن عملية اللي حصلت في 7 أكتوبر واللي أعطت إسرائيل إيعاز إلى حركة حماس للبدء فيها، كلهم متعاونين. كل من يتحدث بأنه هؤلاء مقاومين وهؤلاء مجاهدين، نعم، القاعدة الشعبية صحيح فيها مجاهدين مقاومين، لكن القادة كلياتهم مخترقين، القادة كلياتهم عملاء للأذرع الغربية اللي موجودة فيها. فتم البدء في قطاع غزة، وكانت رغبة إسرائيل لإنهاء داخلها. ليش؟ لأنه إذا بدأ الضرب العراق وإيران، ممكن هذه الأذرع اللي موجودة والقريبة وعلى رأسهم حزب الله وحركة حماس تقوم بالانتقام من إسرائيل، وراح يكون يربك الموقف بشكل كامل. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد أن تبدأ بالعراق بالبداية، لكن الإسرائيليين أصروا على جنوب لبنان وأصروا على قطاع غزة. وهذا الباكج أنا معطيكم إياه كلياته قبل سنوات عديدة من بدء العمليات هاي كلياتها. وتحدثنا كثير، تحدثنا عن اليمن أيضا، أنه نفس التنظيمات الراديكالية اللي موجودة في اليمن أيضا أنه يحصل هناك. لكن آلية تنفيذ هذه المشاريع كلها وأين سيبدأون في البداية، هلا هذا أمر مختلف تماما. شفنا نحن بلشت في غزة، انتهى، ولم تعد تمتلك حركة حماس أنياب نهائيا. وفترة قليلة القادمة راح تكون نهت إسرائيل موضوع قطاع غزة وحركة حماس بشكل نهائي. وراح نشوف في جنوب لبنان راح ترجع إسرائيل تضرب وتنهي كل ما تبقى من حزب الله، حتى أنه تقتلع أنيابه بشكل كامل
وتنهيه بشكل نهائي في لبنان. هناك تحرك لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، خلونا نراقب ونشوف في خلال الفترة القادمة أنه راح يكون هناك أيضا تحركات لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، لكن سيتم وقتها بشكل سريع أيضا بعد أن تتم والانتهاء من حركة حماس بشكل نهائي، وأيضا حزب الله بشكل نهائي وخلع أنيابه، وأيضا ضمان الأوضاع في سوريا بحيث لا تكون هناك أي تنظيمات إرهابية مثلا مستقبلا تستخدم الأراضي السورية لضرب إسرائيل، ووقع عليهم أحمد الشرع على هذا كله، وهو جاهز وقيد تنفيذ الأوامر بشكل كامل. وتحدثنا بالفقرة السورية أيضا على أنه عزل الجنوب السوري وجعلها منطقة آمنة بالنسبة لإسرائيل بشكل نهائي، وينتهي الموضوع في سوريا نهائيا، ويقوم أحمد الشرع بفتح الأبواب للجهاديين للدخول إلى العراق. ستبدأ العملية وقتها في العراق بشكل مباشر، بتكون المنطقة حتى ما يتوسع هذا الموضوع ويحصل الانفجار ويمتد إلى دول إقليمية أخرى مجاورة لتلك المنطقة. ترقبوا هاي الأخبار بالفترة القليلة القادمة، وراح نشوفها كلها راح تطبق على الأرض بحذافير. بالنسبة لموضوع تركيا وإيران، هذا ما سنتحدث فيه في الحلقات القادمة، وأنا بعرف أنه كثير منكم عندهم أسئلة على هذا الموضوع، أنه متى إيران ومتى تركيا. أتمنى تجنب هذا السؤال، لأني أنا بقدم سلسلة مع مراحل زمنية بتكون فيها قريبة. يعني إذا اقتربنا من موضوع العراق سأتحدث لكم عن موضوع العراق كما اليوم. إذا تقدمنا بموضوع إيران وقتها راح أتحدث بموضوع إيران بوقتها. وإذا تقدمنا بموضوع تركيا وأصبحت على الأبواب سأتحدث في موضوع تركيا، حتى ما أعطي نظرة مستقبلية بعيدة جدا يظن الأخ المتابع أو المستمع بأنها خيال وحديث ليس له أي أساس من الصحة، لأن المسألة بعيدة وتحتاج إلى سنوات طويلة ربما في بعض الدول. طبعا المشروع يمتد إلى شمال أفريقيا أيضا، يعني راح نشوف الجزائر، راح نشوف تونس، منطقة القبائل في الجزائر، فراح نشوف ما بين المغرب والجزائر أيضا منطقة البوليساريو والصحراء الكبرى اللي هي في نزاع ما بيناتها. سيفتعل أيضا هناك مشاكل عديدة. راح نشوف ليبيا وتقسيمها في المرحلة القادمة أيضا. الآن شفنا أنه الليبيين بدأوا بالحرب مرة ثانية، وطرابلس تقريبا محاصرة، وهناك معارك كبيرة جدا في المطار تم أيضا إخمادها من قبل الروس حاليا بسبب مصالحهم الموجودة، لكن بعد فترة سيتم افتعال كل وإشعال المنطقة كلها، لكن بشكل مدروس وبشكل وحدة من دولة لدولة، بحيث ما يشتعل كل الإقليم بشكل كامل ويعمل فوضى بالمنطقة كلها ومنطقة الشرق الأوسط. وهذا اللي راح يأثر على إمدادات الطاقة للدول العالمية كلياتها. أتمنى تكون الحلقة مفيدة، وخلال الأيام القليلة القادمة راح نتعمق أكثر في شرح المواضيع المستقبلية اللي راح تحصل في الشرق الأوسط بشكل كامل.